ازاي تختار الجيم المناسب ليك؟ اول حاجه لازم الجيم يكون قريب من بيتك. ليه؟ عشان حضرتك ما تكسلش وتقول مش نازل عشان المشوار بعيد، واحنا في الشتاء بالذات دلوقتي وبنكسل ننزل من تحت البطانيه. تاني حاجه لازم الجيم ده يكون غالي نسبيا مقارنه بالبادجت بتاعتك. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان تبقى محروق في فلوس وتنزل غصب عنك. لكن لو اشتركت في جيم رخيص او ب 100 جنيه في الشهر هتقول عادي مش فارقه، وهتكسل تنزل وتكمل باقي الاشتراك بتاعك. لكن لو اشتركت في جيم نضيف سعره غالي دافع فيه دم قلبك، ساعتها هتضطر تنزل غصب عنك. تالت حاجه لازم يكون متوفر فيه معظم الاجهزه اللي بتخدم على هدفك. انا لاعب وبطل كمال اجسام، يهمني جدا تمارين الرجل، ويهمني جدا ان الجيم اللي انا كنت بتمرن فيه اجهزه رجل كويسه. فلازم اول ما اخش اي جيم اتفرج على الاجهزه الاول قبل ما اشترك وادفع فلوس. فنصيحتي هنا ليك قبل ما تشترك في اي جيم خش وشوف الاجهزه وشوف نوع الاجهزه بتعمل ايه وشوف المدى الحركي بتاعها واصل فين عشان تعرف هي بتخدم على الهدف بتاعك ولا لا. رابع حاجه الاتموسفير في الجيم لازم يكون كويس، يعني من نظافه، من روايح، من تامين على اللوكرات. كل دي حاجات لازم تبص عليها في الجيم كويس. لقيت الموضوع ماشي سبهلله وكلها شغل جيمات بلدي، ساعتها ما انصحكش، مع احترامنا للجيمات البلدي، بس مبقاش في رقابه عليهم خلاص. خامس واهم حاجه انك تكون عامل لي فولو عشان هنزل لك التمارين اللي حضرتك المفروض رايح الجيم تعملها.